محمد حاج علي من سكان بلدة الدرباسية، متجوزة عندي بنت وولد، دارسة حقوق. بداية شغلي من أنا كنت عزبة يعني ببيت أهلي، كنا نشتغل بالتجارة كلياتنا طبعا البنات والشباب. وتزوجت سافرت على لبنان كمان اشتغلت بلبنان. جيت على حلب كمان اشتغلت بحلب 7 أشهر. بعدين جيت انتقلت على الدرباسية لأن الوضع كان كتير تعبان، خصوصا بحلب يعني شفت كتير تعب بحلب، فقررت ارجع واجي لهون على الدرباسية. كانت بدايتي كتير صعبة، امي شوي ساعدتني، ابوي ساعدني. فتحت اول شيء محل احذية، بس الاحذية كأني ما كان الا الشغل، كنت بشارع خواتي البنات. انتقلت جيت لهون فتحت محل، كان بداية شوية العاب على شوي مكياجات، والحمد لله شوي شوي الله اعطاني الرزق وكبر محلي. وجتني خطوة جديدة انه اكبر مشروعي اكثر، خصوصا انا احب الشغل الصراحة. فتحت هذا المحل والحمد لله عم نشتغل شوي شوي. شوفت عينك المحل كبير وحلو، محل اول بالدرباسية، يمكن في بغير المناطق اللي حوالينا بس كونه بالدرباسية المحل الاول. وانا كثير احب الالعاب لاني كثير احب الاولاد. هلا انا بالمحل على طول معي اولادي، يعني تعبي من تعب اولادي. تلاقي امير يساعدني، ميرال على طول نايمه بالمحل، والحمد لله رب العالمين موفقه بشغلي. زوجي كثير يساعدني بشغلي، انا ما اقدر اشتغل بلا، يعني انا وياه وين ما نروح سوا، شغلنا سوا، تعبنا سوا، يعني ايش يعني ما تتوقعي الشغل المشترك بيني وبينه. يعني يمكن الاول بالدرباسيه المراه تشتغل مع زوجها على مدار الساعه، واولادي كمان معي على طول على مدار الساعه معي. كان الشغل بالنسبه لي حياه ثانيه. انا احيي كل مرأة تشتغل لحالها مشان ما تضل بمنية حدا، حتى لو كان زوجها. الشغل للمرأة حياة. انا بالنسبه لي الشغل فوق الدراسه. هلا انا طالبة حقوق وضلي مادي اتخرج وتركتها، لان الشغل حياة تانية، يأمن مستقبلك، مستقبل أولادك، يعطيكي حياتك، يبرز شخصيتك. أو عدا الشغل بيتي وعدا عندي شغل بيت وأولادي وغسيل وإلى آخره، بس أنا هذا شغلي حياة تانية. يعني هلا تقولي لي اقعدي بالبيت تعطيكي راتب أقول ما بدي. أنا أحب الشغل، بس المرة لما تشتغل تعرف حالها تعمل إنجاز تاني، يعني تحس حالها إني عملت شيء تاني، خصوصا نحن بهذا وقتنا المرة صارت تشتغل أكثر من الزلمة. كانت البداية الأولى بالنسبة للشغل إنه جيت ما في شيء معي. الداعم الأول والرئيسي أمي كان عندها محل أحذية شالت وعطتني إياه. اشتغلت فيه فترة بس ما في شغل بالأحذية، يعني أنا كوني على نفسي أحكي ما اشتغلت فيها، ما توفقت فيها كثير. ليه؟ فيوم اللي جيت انتقلت لهون كملت، خليت الأحذية وكملت كم قلم زيادة، مثل الصبغة مثل الاكسسوارات، خصوصا ألعاب الأطفال. عرفت شلون؟ ويوم اللي فتحت هذا محلي الجديد يعني كل نظرة الجيران إنه بسرعة فتحنا، يعني كانت خطوة سريعة. بس اللي يشتغل صدقيني ما في شيء عنده مستحيل. الشغل الدافع الرئيسي للنجاح هو العمل، والحمد لله رب العالمين. أتمنى كل النسوان وكل الصبايا بس يشوفون هذا الفيديو إنه كمان يشتغلوا، يعني إذا اشتغلوا يصير لهم بدال القيمة قيمتين، كون مرأة بالبيت ومرأة بالمجتمع. يعني الحمد لله كل الجيران تشهد إنه أنا مع موقف الشغل، وكوني عندي طفلين يعني